في الوقت الحالي محدش بيستخدم كلمة الجشع في العادي، يمكن عشان شكل الكلمة عامل كده. لكن اللي ما تعرفوش إن أنا وإنت وكل المشاهدين بنتصف بالجشع. الجشع هي خطيئة من الخطايا السبعة. مش عارفة ايه مدى أهمية المعلومة دي، لكن هي على ويكيبيديا الجشع أو الطمع هو الرغبة الجامحة لامتلاك الثروات أو السلع أو الأشياء ذات القيمة بغرض الاحتفاظ بها. طبعا في الجشع بتاع المليارديرات وأصحاب السلطة، بس بما إننا أغلبنا في هذا المستوى بالنسبة لهم فمش لازم نجيب سيرة الموضوع ده. برضو مش عارفة ليه كله عمال يتكلم عن جشع التجار، مع اني مش شايفة المشكلة منهم. ممكن نقول جشع السواقين، يعني ده هيبقى منطقي اكتر، بس ما علينا. احنا بنشوف الجشع باشكاله المختلفة كل يوم في استهلاك الملابس، منتجات الشعر والبشرة والركبة والرجل وكل حاجة من غير اي ليميت. بيصفي الموضوع طول ما انا على قيد الحياة، زائد معايا فلوس انا هشتري، ولو مش معايا فلوس هحاول يبقى معايا فلوس بس عشان اشتري. كان في واحدة مشهورة بتقول ان كل ما فلوسك تكتر كل ما التزاماتك تكتر. الحقيقة الكلام ده غير منطقي، يعني كأنه كل ما فلوسك تكتر كل ما جشع يكبر، على اساس ان انا جربت ان فلوسي تكتر وكده. بنشوف الجشع برضو لما الناس بتيجي تتجوز، يعني نتيجة للقلق والخوف ورشة من الكبر والفشخرة بينتج الجشع. نقطة كمان انا شايفاها جشع بصراحة، وهي عدم المقاطعة. فكرة اني انفض للعقل والمنطق وللإنسانية وللقضية بس عشان ارضي رغبتي، يعني بالاخص في المنتجات اللي هي 100% رفاهية، فده بطبيعة الحال اسمه جشع. كمان ان الشخص ياكل زيادة عن احتياجه بشكل متكرر وبدون اي سبب، فده كمان اسمه جشع. في صور كتير قوي للنقطة دي، سواء بقى هي اسمها طمع ولا اسراف ولا تبذير ولا جشع، بس احنا نسميها جشع علشان نكبر المواضيع شوية، وعشان لو سميت الفيديو كفاية تبذير هيبقى ممل، بس لو سميته كفاية جشع هيبقى شوية مثير للاهتمام. بطريقة ما انا مش شايفاها غلطة حد، العالم كله عايزك تبقى جشع، لان مفيش حد متضرر من الجشع بتاعك غيرك. فكرة اننا نبقى شبه الباقي تأثيره علينا اكبر من تأثير اي حاجة. ليه مثلا كل ملف الطرحة تطلع كل الناس بتعملها، فبالتالي ده بيأثر على سلوكياتنا بشكل كبير، وبنشوف ان هو ده الطبيعي واحنا عايزين نبقى الطبيعي. وهنا يكمن السؤال، ازاي نفرق بين ما هو طبيعي وما هو جشع؟ الاستهلاك الطبيعي بيكون مرتبط بحاجتك للحاجة بالفعل، بينما الجشع بيكون لهدف المظهر، إرضاء الناس، التفاخر، أو إنك تملى الفراغ اللي انت فيه. الاستهلاك الطبيعي بتحسب بيه الأساسيات والتحويش، والباقي بيكون لرفاهيات. أما الجشع ممكن يجي على الأساسيات أو يعتمد على الاستلاف والتقسيط وما إلى ذلك. بس مش ده المهم. المهم إني أكون مقتنع وراضي باللي عندي، لأن أنا لو مش راضي عمري ما هشبع رغبتي في الاستهلاك. والرضا رغم تكرار اللفظ علينا وبقى كأنه كليشيه، بس الرضا هو المفتاح اللي يخلي الفقير مبسوط والغني لأ. وسيدنا محمد قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهنا أنا عايزة أقول حاجة، في ناس كتير بتقعد تقول البنات بتقعد تشتغل ب2000 و1500 جنيه وبعدين تصرفهم على سكين كير وآيس كوفي مننا فرص العمل، المفروض الستات ما تشتغلش إلخ. بس بعيدا عن إنه الأرزاق بيد الله، لكن هنا في مغالطة، وهي ان دي مشكلة بتحصل بالفعل، بس السبب بتاعها مش شغل الستات. السبب اللي المفروض نعالجه ونبص عليه هو الجشع، بعض العاملات في الاستهلاك بلا هدف. وفي الاخر انا مش عايزة اقول انه هنبطل نستهلك او نبطل نشتري، يعني لان ما هي دي الحقيقة، هو ده الواقع. لكن اللي عايزة اقوله بس ان احنا المفروض نشبع اكتر، نحاول نشبع ونكتفي. اوكي، انا للحظة ادركت ان الفيديو ده هيزعل ناس كتير، بس عادي، مش هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تزعلك النهاردة، غير انه نحن لا نسعى الى ارضاء العملاء. وهنا يكون الفيديو خلص للأسف. حتى الحلوى تصبح مرة إن نتناول منها بكثرة، إياكم والإسراف فلكل شيء قدرة. حتى الحلوى تصبح مرة إن نتناول منها بكثرة، إياكم والإسراف فلكل شيء قدرة.